ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده فيديو جديد كده مع بعضينا، وروتين تشجيعي تشجيعي تشجيعي. تعالوا هنبتدي النهارده ايه؟ بالمطبخ. شوفوا بقى الدنيا كانت عامله ازاي. تعالوا افرجكم الاول قبل ما نكمل كلام. آه شايفين المنظر؟ يعني فله 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 فله. بصوا التراب، شايفين؟ يعني حاجة كده ما شاء الله. بصوا البوتاجاز، شايفين الطرطشة اللي على الإزاز؟ يعني حتى هو كده مش باين كمان ايه اللي عليه قوي. ولا الحلل بقى، شايفين المرصصة؟ بصوا الشفاط، ما شاء الله. والاطباق مكركبة، مفيش طبق في مكانه. يعني اللي فوق تحت واللي تحت فوق، والدنيا ايه زي الفل. حتى الميكرويف كان مبقع كده من بره. بصوا كمان على الرخامة اللي تحت، يعني هما مغسولين بس مفيش حاجة في مكانها ومكركبة. الحلل دي كمان كانت مغسولة وبقالهم 12 يوم محطوطين الحطة دي. تعالوا بقى اقول لكم ايه اللي عمل في ايه في الحوار ده كله. مين اللي عمل كده؟ انا سافرت 12 يوم وسبت جوزي لوحده في البيت. هو اللي عامل الكارثه ده. انا ما وريكوش كمان الشقه بقى. يعني انا قلت ابتدي الاول ايه بالمطبخ. هياخد معايا وقت، وكمان هيبقوا عايزين اكل والكلام دوت، فانا مش هقف اعمل اكل في المنظر ده. تعالوا بقى نبتدي كده مع بعض واوريكم. بصوا، كيس السكر حتى مش مرجعه مكانه. دي علبه من منظمات التلاجة. بصوا حاطين اكياس، ودي القماشه دي اللي انا بلمع بيها. اكياس ولندا. حاطط لي اللندا اتحرقت، فكها وحطها لي فين في المنظم. تعالوا بقى كده هبتدي ايه ننضف مع بعض. دوت انا نزلت جبت سترس وباور عشان اللي كان عنده خلص. بصوا ازازه الزيت عينها لي على نقطتين زيت، سايبها لي كده مرميه على الترابيزه عادي. يا جماعه هما دي طبيعه الرجاله. وبيقول لي بصي انا غسلت لك المواعين، مش مخلي اي مواعين مكاني. ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى شوفوا هنعمل ايه. ده بقى ايه؟ عارفين العقاب ان انا مثلا اسافر وهو في البيت؟ هو ده. دي علبة الملوخية الناشفة كمان شلتها. وهبتدي ايه اغسل الترابيزة كده الاول. ما انا اي نعم هنزل واغسل اللي وراه، بس ايه، اشيل اللي عليها هي الاول يعني. فقلت ابتدي بيها. مسكتها غسلتها بقى، وبالقماشة بتاعتي دي انا بحب ايه المع بيها، لانها بتنضف معايا بسهولة، وبتشرب اي سوائل في التنظيف بسهولة برضو. وانا ايه مسكتها غسلتها الاول قبل ما اشتغل بيها. هنا بقى ايه قلت اما افضي العلاقه كمان مليان. بصوا التراب، شايفين التراب اللي على المجات؟ هقول لكم بقى التراب ده اساسا جه منين. وكده كده حتى لو الواحد ما بيستعملهمش، يعني طول ما انا في البيت آه ايدي فيهم على طول. يعني الحاجه اللي ما بستعملهاش برضو بغسلها. قلت بقى افك العلاقات رخرة اغسلها. وكمان هو لما كان بيعمل اكل ما كانش بيشغل الشفاط، فبسم الله ما شاء الله الدنيا لزقت. جبت سترس كده رشيت على الحامل بتاع العلاقات دوت، وقلت ايه لفيت الكاميرا كده عشان تبقى الدنيا واضحه. وقلت اغسل ايه السيراميك كده سريعا سريعا. انا ما بحطش ميه كتير عشان خاطر الكهرباء، يعني انا تخصص كهرباء. يعني حتى هتلاحظوا كده في الفيديو، انا جيت وانا بمسح حوالين الفيشه انا اتخضيت. انا مفكره ايدي جت عليها وانا لا اتكهربت ولا حاجه، وايدي بعيد عنها، بس ان هي ايه مجرد فكره في دماغي ان انا دايما بتكهرب من الفيش. فخلاص يعني هي ديت بقت معلقه معايا، وايدي بعيد واتخضيت. نمسح السيراميك كده وهشطف الفوطه وارجع ايه اعيد كمان مره. لما تحس ان في فرق السيراميك لمع. بصوا هنا كده تقريبا الحته اللي انا اتخضيت فيها، بس عدت بسرعه يعني. هجيب بقى ايه كمان بعد ما خلصت التلميع كده، اجيب بقى الدواره بتاعه البهارات.
عشان امسكها رخرة اديها تلميعة محترمة. بس الاول اغسل الفوطة تاني، يعني أنا يعني بين كل مرة ومرة بقوم جاية ماسكاه ايه بالصابون غسلها حلو. بصوا بالمنظر دوت. يعني أنا مش همسحها كلها طبعا معاكم عشان ايه ما اطولش عليكم، ده انا يعني عماله اختصر في الفيديو على قد ما اقدر. بصوا شايفين الحركه دي؟ واللي كان فاضي عبيته، واللي كان ناقص كملته كده يعني. جبت بقى العلاقات رخرة غسلتها، وقلت بقى ارجع كل حاجه في مكانها بالمنظر ده. يلا كله يتشجع ويقوم يشوف كسلان عن ايه ويعمله. يلا تشجيع تشجيع تشجيع. اجيب بقى كمان الحاجه ارصها والكلام دوت. اهم غسلتهم بقى زي الفل. انا عايزه اقول لكم انا قعدت في المطبخ اعمل فيه يعني 4 ساعات، والله العظيم 4 ساعات. ولسه جاي، كنت لسه جايه من السفر، يعني انا جيت من السفر جهزت فطار وغيرت ونزلت رحت السوق ورجعت. معايا حاجات السوق عايزه تتغسل وتتنضف وتتشيل، التلاجة كانت فاضيه. لان زي ما قلت لكم هنا بقى ايه، انا كنت مسافره والكلام دوت. وانت عارفين الرجاله مالهمش في السوق قد كده. فلقيت الدنيا ايه هو هو هو. فمش هينفع ان انا اقعد. فلا، خلاص يلا بينا كده ننزل نشوف حاجتنا وما نكسلش. هنخلص وبعد كده ننام براحتنا. هيبقى يوم متعب ومرهق بس ايه هيعدي يعني. بصوا هنا بقى ايه، انا كنت بشيل شويه الفلفل اللي كانوا فاضلين شلتهم. فضيت العلبه يعني بتاعتهم، وكانت فاضل طماطميه واحده رخره فضيتها. ومسكت الحاجه بقى طبعا غسلتها. انا ما غسلتش الخضار غير ايه في نص. يعني اما غسلت الحاجات اللي هي المنظمات والكلام ده وصفيتها. وخلصت شويه مواعين كده، اللي هي الاطباق، هما مش مواعين وسخه، هما من البخار بتاع الاكل اللي هو كان بيعمله مثلا. وسايب على طول الشباك بتاع الحمام عندي يعني مقابل للمطبخ. فالتراب كان بيدخل منه. وخصوصا انتوا شفتوا الاسبوع اللي فات كان الجو عامل ازاي. فطبعا التراب دخل والدنيا اتبهدلت يعني والله بجد الشقة بقيتها ايه فلة فلة فلة. انا اي نعم انا همسك الدنيا كلها رواها. بس يعني ريحة التراب نفسه بتزعجني. تعالوا هنا بقى ايه، انا لميت الحاجات دي كلها رميتها كده قدامي في الحوض. وارش على البلانش كمان شوية سترس كده واديهم. جبت حتة سلك وابتدي بقى ايه اغسل هنا وادلق بقى مية براحتي بقى هنا. هنا حتة ما فيهاش كهرباء ادلق مية براحتي. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. حتى الصفايه بتاعت الاسبونشة قمت جايه ايه كنت رشاها هي كمان. وقمت جايه غسلاها. هاخد بقى الشفشه ده اشطفه كده. عشان ايه بدل ما انا برش بايدي اقوم جايه رشه بيه على طول، اسرع يعني. قولوا لي عملتوا ايه في الايام اللي فاتت؟ كل واحده تقول كده. اول ما خدوا الاجازه عملوا ايه ولا لسه ما. ولو في حد لسه ما خلصش زي حالتنا. انا عندي واحد خلص امتحانات وواحد لسه هيبتدي امتحانات ربنا معاه. ابني الكبير كل اللي يتفرج على الفيديو ده بقى يا جماعه دعواتكم ليه. امتحانات ثانويه عامه. فلسه هيبتدي بقى امتحانات وربنا يعينه ويقويه. فاحنا كنا سافرنا وقلنا ايه يعني فاصل بين امتحانات محمد وجمال ناخد هدنة يومين يعني.
لا وبعد كده ان شاء الله هتتعودوا بقى مننا ايه. يعني احنا دايما في الاجازه ممكن نروح ايه، نقعد شهر هناك كده، يعني شهر وشويه. بص كنت بهرش في عيني. احنا لينا بيت هناك بس يعني لسه الدنيا مش متوضبه قوي. فاحنا لما ببقى هناك يعني ببقى قاعده انا يعني بالنهار ببقى قاعده في البيت تحت، وبالليل ببقى ايه مثلا، وبالليل بقوم جايه مثلا ايه طالعه ببات فوق عند سلفتي. ما بنامش في البيت تحت، يعني عشان خاطر بيبقى ناموس والكلام دوت، لان لسه ايه الدنيا بتتوضب والكلام ده. ف يعني خدوا مننا بقى كتير، تلاقونا قاعدين قاعدين في البلد وبنسافر كتير والكلام ده. حتى لدرجة من انا بسافر كتير بيقعدوا يعني صحابي، انتي بتحبي تروحي هناك ليه يا جماعة؟ والله العظيم المكان هدوء انا برتاح، يعني انا برتاح. بعيد عن وش اي حاجة. بصوا بقى، ده كمان كان بطرمان المخلي الفاضي كده، جايه ماسكاه بقى مدياله تليفه محترمه او معتبره، مش عارفه تقولوها ازاي. هجيب بقى كمان كل المواعين اللي كانت على البوتاجاز دي، كانت مغسوله بس مركونه. كان جوزي بيغسل مكان ما بيعمل اكل لنفسه ويسيبه على البوتاجاز، ما كانش بيشيله. فانا هغسلهم كلهم طبعا. يلا يا جماعه، اللي وصل لحد هنا تشجيع بقى، تشجيع. لايك وشير، واللي لسه مشتركش يشترك، والتعليق بقى. يلا كده ما ينفعش. انا عايزه اقول لكم بجد والله العظيم، انا قعدت في المطبخ لوحده 4 ساعات. 4 ساعات يعني، بصوا طحنت. وكمان انا ما كملتش بيت الشقه، انا ما عملتش غير اوضه النوم واوضه الولاد بس، وما عملتش لا الانتريه ولا الصاله بره، لان الساعه بقت 11، وانا حسيت عارفين اللي هو بقى إيه، انا صاحيه من قبل 4 الفجر، وسفر وسوق وشغل وطبيخ وغسيل مواعين، يعني خلاص فصلت يعني. فقلت لا، اهم حاجه اوض النوم اتعملت، اللي عايز ينام. التانيين الصبح اقوم بدري بقى عليهم يعني. بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده، كل حاجه كانت مركونه عشان خاطر قله الاستعمال والوفار والكلام ده، بقوم جاي غسلها تاني. انا بحس ان انا لما بسافر اقعد شويه وارجع، ده اللي بيبقى العقاب بجد. يعني انت خدتي لك كام يوم هدنه كده والكلام دوت. فانت بتعاقبي بالدنيا اللي بتيجي تلاقيها متبهدله. لكن لما مثلا جوزي بيبقى مسافر معانا والكلام دوت، فخلاص انا عارفه انا سايبه الدنيا ازاي، وهرجع تلاقيها زي ما سبتها، ما فيهاش اي لا. وبعدين لما هو بيبقى معانا يعني احنا ما بنطولش عشان خاطر شغله، بنرجع على طول. لكن لوحدنا آه بنطول بصراحه يعني. ولو ما كانتش امتحانات جمال كنا هنفضل هناك ومش هنرجع غير اللي بعد العيد. بصوا بقى، بمسك الفوطه اللي انا بشتغل بيها، بصوا ولا واعصرها وارجع افكها واشطفها واعصرها. عارفين الغساله الاوتوماتيك لما تشطف وتعصر وتشطف وتعصر، هو انا ببقى عامله نفس الوضع كده. هنا بشطف كده الحوض قبل ما اكمل الحاجه ديت. والله اعرف انتوا عارفين الصينيه ديت كنت عامله له فيها صينيه بطاطس بالفراخ قبل ما، ليله ما كنت مسافره وسايبه له حاطه له الاكل في التلاجة، غسلها وسابها على البوتاجاز. وغسلها مكروته والله. لما يسمع الفيديو ده وانا بقول بقى غسلها مكروته، يقول لي والله ما اعمل لك حاجه تاني. بس يعني هو مجبر، هيسيبهم 12 يوم لمين؟
لا ورحت ايه بقى، ما كانش في راحه. رحنا ايه، كان في ولاده، ورحت لقيت مراتي بن السيف بقى هتولد، وقعدت يعني قعدت معاها هي. اقول لك لا انت بقى بما انك جيتي انت المسؤوله عن الوالده وابنها. ربنا يتم نفسها على خير يا رب ويخلي لها ابنها يا رب. بصوا الغطا بقى بيلمع ازاي. تعالوا بقى للرف التاني كمان. انا بوريكم منظره قبل ما هبتدي شغلي فيه، هو وده. بس هنا انا مش هصور وانا بعملهم لان انا ببقى ايه، واقفه على الكرسي. بصوا كده بعد ما خلصت، وبصوا بقى ايه، بقى بيلمع. انا لسه ما جيتش ناحيه الشفاط فمحدش يبص عليه. ونزلت كل المواعين اللي عليها، هي شايفين كم اللي كان على الاطباق التراب. هو بالمناسبه بيبقى على اول طبق والباقي تحت نضاف، بس لازم اغسلهم كلهم. امسكهم اديهم مرشه كده الاول. وغسلت طبعا اسمه ايه ده اللي احنا بنسخن فيه يا جماعه، فكروني باسمه. الميكروويف. الميكروويف غسلته من بره ومن جوه وظبطته. باخد بقى الاطباق كده سريعا سريعا. وهعمل ايه بقى، اما اخلص غسيل الاطباق هبدل مكانهم. يعني انا هجيب اللي هما ايه، الاطباق البيضة هحطها هما لجوه، وهحط الزرق لبره. يعني انا ايه، الايام الجايه كلها هتلاقوني شغاله في الزرق. بحب يعني من وقت للتاني بدل دول ودول. ولما بعوزهم الاتنين مع بعض طبعا بستعملهم الاتنين مع بعض. بالمنظر ده كده. يلا هرجع اقول لكم تاني اللي يوصل لحد كده لايك وشير. ويا جماعه انتوا كده كده بتتفرجوا فيعني ما تبخلوش علينا باللايك. واللي ما اشتركش ولسه اول مره بيشوفنا يلا يدخل ويشترك. بصوا بقى بعد ما غسلت، انا مش عارفه انا كنت واخده الحضن بالحضن ولا ايه. والله العظيم يا جماعه اقول لكم على حاجه، انا ساعات وانا بصور بنسى بالفعل ان انا بصور وبتصرف يعني. هو كده كده الواحد بيتصرف بطبيعته. بس اللي هو ايه، انا ناسيه اساسا الكاميرا جنبي خالص. وحتى ممكن ساعات تلاقوني بريح بدراعي على الرخامه، تعبت من كتر الوقفه. انا بقول لكم 4 ساعات، يعني 4 ساعات دول مش لعبه. واحده واحده كده بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. وخلصت كده ايه الاطباق الزرقاء كلها. وشلتها كمان، يعني قمت جايه كانت اتصفت وقمت جايه الفوطه ومنشفه تاني. وعشان اشيل واوسع لنفسي على طول. وخدت ده كمان. الطقم الازرق اكبر من دوت. انا جاي فيه في الاطباق الكبيره. هو في العادي هما بيجوا، اللي انا اعرفه ان هما بيجوا 6 و6 و6. الطقم بتاعي دوت جاي فيه جاي 12. مش عارفه 12 او 14. يعني هم حاطين اطباق بتاع الطقم تاني زياده تقريبا في الطقم بتاعي، هو جاي كده يعني. عارفين طبعا زمان ما كانش في حاجه اسمها انك انت مثلا بتفرزي الطقم او حاجه زي كده. كان بتيجي بيه بالكرتونه مقفوله وخلاص. بصوا هنا بقى ايه، نزلت فكيت الشفاط. كنت انا خلصت بقى ايه الرفوف بتاع التانيين اللي فوق كمان. ومسكت زي ما انتوا شايفين العين اللي على النص دي انا كنت سخنتها الاول. عشان خاطر دي دايما بنحط عليها الطاسة، فبحس ان دايما بيبقى عليها دهون اكتر. مسكت الحوامل بتاعة البوتاجاز رشتها بالباور، هي والفلاتر بتاعة الشفاط. ومن فوق الشفاط كده رشته بالسترس والبوتاجاز نفسه بالمنظر ده. فهنا بقى انا كنت شايله التليفون من الحامل وقلت لمنى امسكيه لي انتي الموبايل، عشان خاطر الحركه كتير ما اخبطش في الستاند كل شويه. لحد هنا كان حلو. هي واقفه ماسكه الموبايل وانا مفكراها بتصور، وهي فاتحه الموبايل بتتفرج على الصور اللي هي فيه. ما صورتليش اصلا وانا بغسل ولا
لا انا بغسل الشفاط من فوق ولا السيراميك اللي وراه ولا باب المطبخ ولا وانا بغسل البوتاجاز نفسه. يعني انا خدت بالي بالصدفه اصلا. انت بتعملي ايه يا منى؟ اللي هو ايه، هي في دنيا غير الدنيا. هنا بقى دول طبعا انا كنت سايباهم على ما خلصت التانيين، وقمت جايه ماسكهم بقى ايه بالليفه بالمنظر ده كده، اللي هي الليفه الخشنه اللي هي بيبقى فيها سلك منها فيها دي، عارفينها. وقمت جايه ماسكاهم بقى ايه دعكاهم وش وظهر على طول. وخلصت الحوامل وقمت جايه ماسكه الايه الفلات الرخرة بتاعه الشفاط بالمنظر ده كده. كنت غسلت اساسا اول واحد وحطيته يتصفى، وده كان التاني. وانا لما بغسل الفلاتر بتاعه الشفاط ما بركبهاش في نفس اليوم. يعني ممكن ايه اغسلها واسيبها، اقوم جايه ايه حطها تاني يوم الصبح، يعني احس ان هي اتاكد ان ما فيهاش ميه نهائي. مش عارفه ليه، لان بحس مهما اصفيها اجي امسكها كده تلاقيها منديه. بصوا كده يا جماعه، كده كنت خلصت وخلصت بمعنى الكلمه. انا طبعا ما صورتش وانا بغسل الخضار والكلام ده كله، لان ايه يعني ما حبيتش الفيديو يبقى طويل عليكم. انا حبيت يعني اوريكم بعض اللقطات الصغيره كمان في التنظيف بتاع المطبخ. بجد طلع عيني طلع عيني طلع عيني لحد ما وصل للنتيجه اللي انتوا شايفينها ديت. شايفين منى كانت واقفه جنبي، وبعد كده ايه هتخرج. كنت حاطه كمان المروحه في الارض جنبها، وبصوا الشفاط بقى بيلمع تاني. يلا بقى لايك وشير، لايك وشير، لايك وشير، واللي ما اشتركش يشترك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. ويا ريت بقى تعليق كده تشجيعي. بصوا انا حاطه الفلاتر اهي سايباها تتصفى براحتها. انا كنت خلصت كده كل المطبخ خلاص. وما تنسوناش بالتعليق التشجيع منكم. ويلا كل واحده اتفرجت على الفيديو تقوم تشجع وتشوف هي ناسيه ايه ومطنشاه. يلا سلام، واشوفكم في فيديو جديد والجزء التاني في الروتين. شوفوا هعمل ايه.